النهارده هنتكلم على ثالث مرحله واخر مرحله في التضخيم او زياده الكتله العضليه، وهي الراحه او الريكفري. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان انت اصلا عضلاتك بتكبر وانت مريح، مش وانت بتتمرن. وانت بتتمرن العضلات تبتدي تتقطع تقطيعات صغيره، بعد كده لما تبتدي ترتاح بتبتدي تهيل او بتبتدي تعمل ريكفري، هنا العضلات بتكبر. تاني حاجة، الهرمونات اللي بتفرز المسؤولة عن عملية التضخيم أو زيادة الحجم العضلي هي بتفرز وانت نايم، زي الجي اتش والتستوستيرون. فالحاجات دي بتفرز أصلا وانت نايم وبتبتدي تدخل في عضلاتك وانت نايم، فعشان كده لازم ترتاح كويس جدا. الحاجة الثالثة ان التدريب الزيادة جدا من غير راحة بيحفز هرمون اسمه الكورتيزول. الكورتيزول ده كاتابوليك، يعني هرمون هدام، بيبتدي يكسر في العضلات والفايبرز بتاعت العضلات بتاعتك. الحاجة الرابعة هي النوم، لازم يبقى فيه كواليتي للنوم، لازم النوم بتاعك يبقى كويس، تنام بالليل، ما تنامليش الفجر او تنام الصبح وتعتبر ان ده نوم صحي. لا، النوم الصحي بيبقى بالليل وتنام من 7 ل 9 ساعات.